بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا يا حبايبي، اللي مشتركش في القناه ينزل بسرعه دلوقتي حالا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط لايك ويدوس على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر ويضغط الكل عشان اي فيديو انزله يجيلكوا اشعار بها على طول. مشرفيني ومنوريني دايما وجودكم على راسي من فوق. وحشتوني كتير كتير والله، بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات وكده. فالحمد لله. اللي على قدنا بنعمله كده، على قد ايدك مشي بيتك. والنهارده بقى يا حبايبي جايه لكم بوصفه جميله والله العظيم. بصوا بطريقه جديده للفراخ وحلوه، هي مش جديده يعني كله بيعملها. انا جايه لكم النهارده هنعمل فراخ كنتاكي مع بعض زي بتاع المحلات بالظبط، ومضمونه وفي بيتك وبتعمليها بايدك وما تضمنيش هما بيعملوها بره بايه. تعالوا بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا. والاول هنشوف هنعمل جنبها ايه. احنا هنعمل جنبها شويه رز كده بالبهارات، شويه رز مصري بالبهارات كده. بالرز المصري، مش هنعمله بالرز البسمتي. وهنقوم عاملينها بقى ايه بكنتاكي والله العظيم، بخلطه جباره وخلطه جميله بمقادير بسيطه جدا جدا موجوده في كل بيت. تعالوا بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا. معانا هنا دي فرخه وغسلها كويس، وكنت بقى نقعاها في ملح وليمون وخل ودقيق وسكر. وسكر بقى كمان ايه عشان يطر اللحمه مع لحمه الفرخه معايا، يطلعها يعني وكده الفرخه معايا، عشان انا مش هاسلقها، انا هحمرها على طول، هقلها في الزيت على طول. معايا هنا اهو فرخه مقطعاها يعني 8 حتت كده اهو، زي ما انتم شايفين انا مقطعاها ازاي اهو. الصدر مقطعه على 4 حتت والورك على 2. ومعايا بقى هنا بسم الله الرحمن البهارات. معايا هنا توم باودر، وعلى بصل باودر وكاري وكركم وبهارات فراخ وشطة وفلفل اسود. ومعايا هنا ملح حسب الرغبة. اللهم صل على النبي. وهنا بقى كوباية الا ربع اهي دقيق على نشا. ومعانا المية عشان نعمل بقى الخلطة وكده. وهنحط خل. تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله. نحط بقى الاول هنا الدقيق والنشا، نحط البهارات كلها. حاطه بقى شطه عشان انا عايزاها تبقى مش دلع بقى، عايزاها تبقى حاره حسب ما انتوا بقى عايزينها حاره عايزينها دلع. شويه خل اهوت. انا برضو حاطه كنت نقعها في خل عشان برضو يطري العجينه، وميه حسب ما تاخد بقى معاكم اللهم صل على النبي. الميه كوبايه تاخد نص كوبايه حسب ما تاخد معاكم اهو. احنا مش عايزينها ولا تقيله قوي ولا مرقه قوي والله العظيم. بمقادير بص في كل بيت، والبهارات عندنا كلنا في البيت بنستعملها وبتبقى جميله والله العظيم. عن تجربه بتبقى جميله جدا ومقرمشه وحلوه. انا على طول بعملها هنا في بيتي. وهنا بقى الجماعه ولادي هنا وجوزي يعني كده وبيحبها، هنا الجماعه بتحبها. انا عامه بحبها وبحبها حاره برضو. انا على طول بعملها مش حاره، بس جوزي النهارده قال لي لا اعملها لنا حاره وكده، فقلت ايه لما اعملها له. هي فرخه والله وبتقضينا وبتبقى بسم الله ما شاء الله عليها وحلوه اهو. شفتم؟ هنحطها بقى في التتبيله ديت على ما نعمل الرز. نحطها على ما ايه نعمل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو. دبوسه اهي اهو. انا بقى بضرب واحده اهي. دبوسه كمان.
بصوا والله انا بعملها بتبقى ريحتها جايبه اخر الشارع، بتبقى جميله والله العظيم، واكنك يعني زي اللي بتشتريها من بره بالظبط، واحسن كمان، دي مضمونه. انت ما تعلميش بقى اللي في بره بتبقى فيها دم ولا بيعملوها ازاي. دي بقى بمقادير بسيطه في كل بيت، والله العظيم هتعملي فرخه هتفرحي عيالك بقى وهيحبوها. وهو تغيير كل يوم، بدل ما تسلقوا بنسلقوا الفراخ، لا شوربه، لا لا بنشويها، فدي تغيير والله العظيم وبتبقى جميله. لازم بقى تخلي التتبيله تاخد منها كلها كده اهي، وهسيبها بقى في التلاجة كده على ما اعمل الرز. تعالوا برضو معايا ونعمل الرز المبهر، ان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هتجربوها وهتقولوا لي بالطريقه وبالمقادير البسيطه دهيت عملناها وطلعت حلوه، وان شاء الله هتكتبوا لي في الكومنتات. ولو اللي عايز ما يحطش بدل الميه دي لبن، تعمليها بلبن برضو بتبقى طريه وبتبقى جميله وحلوه. ايوه كده خلاص اهي، سيبها بقى في التلاجة زي ما قلت لكم. واستنوني بقى ما تروحوش بعيد والله هتعجبكم. هنا بقى يا حبايبي معايا بصلايه اهو، خرطتها زي ما انتم شايفين، وحطيت شويه زيت. ومعانا هنا بقى كاري وكركم وثوم باودر وبصل باودر وليمون مجفف. حطيت اهو حبهان وورق لورا كمان. ومعايا هنا شوربه اهو بسخنها هنا بغليها عشان احطها اعمل بها يعني الرز. معايا هنا بقى يا حبايبي، معايا هنا نشا على دقيق، ونفس البهارات اللي انا حطيتها في التتبيله حطيتها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده. ناخد الفراخ كده من التتبيله، بسم الله يا بركه، بسم الله. احنا ايدنا بقى نضيفها نعملها كلها كده. معايا هنا بقى زيت سخن، بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل في الزيت السخن، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وبعدين بقى نهدي عليه خالص. اهي يا حبايب قلبي، وهدينا عليها كده نار متوسطه خالص، ونسيبها بقى مع نفسها، ما تغطيهاش عشان ما تعرقش، ولو عرقت مش هتقرمش. فسيبوها كده اهو زي ما انتوا شايفين على الهادي، وهتستوى مع نفسها وبتبقى جميله وزي الفل وما اقولكوش يعني. هنا بقى الرز اهو. معلش انا كنت قفلت معاكم بقى عشان عملت الفيديو، وقفت الفيديو عشان بنتي كانت قاعده تعيط، واكيد انتوا هتسمعوا صوتها في الفيديو. فروحت لها الاول، وبعدين انا عملت وياكل رز بالخلطه دي كتير. فاهم حاجه دي بقى عاملاها على نار متوسطه، وسايباها اهو يعني والله العظيم يعني ربع ساعه، وبقوم جايه مقلباها ومبقاش فيها دم برضو هتشوفوها. ما تروحوش بقى بعيد، ربع ساعه وارجع لكم تاني ونشوفها مع بعض. شايفين يا حبايب قلبي هي استوت ونعلت عليها النار. شايفين خدت لون حلو اهي، هي استوت. انت معليه عليها النار عشان تحمر. هطلعها بقى واحط غيرها. هي كده بقى استوت، واللون ده حلو. انا يعني مبحبهاش غامقه قوي، هي كده لون حلو ومقرمشه والله. هي اهي طلعتها يا حبايبي، شايفين والله مقرمشه اهي.
اهي والله مقرمشه. انا حطيت بقى بقيه الفراخ برضو على النار. اما تخلص خالص هوريكم الشكل النهائي لها، ورز الطبخ وخلصت كله. اما تخلص هوريكم الشكل النهائي. قلبي الاكل لما خلص شايفين والله مقرمشه خالص اهي، اهيت ولا فيها دم ولا فيها اي حاجه. ازاي جميله. والرز المبهر اهو. جربوها كده بطريقه ان شاء الله تعجبكم. متنسونوش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. اتفضلوا اتغدوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.